السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم اليوم في فيديو جديد. اليوم عاملين مشويات أو كبدة على الفحم. إن شاء الله الفيديو يعجبكم. الأول إحنا يعني بنخبز الخبز بس بالعيش الردة اللي هو العيش الأسمر، عشان كده العجينة شكلها أسمر زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. نتمنى يا رب يعجبكم، ونتمنى طبعا ان انتوا اول حاجة تدخلوا على القناة، تشوفوا المحتوى، قيموا المحتوى، سيبوا لنا بصمة جميلة، اشتركوا في القناة وصلوا على رسول الله عشان انتوا تاخدوا حسنات واحنا ناخد حسنات. هنا شايفين العيش بالسمسم. احنا عندنا جهاز زي الميكروفيل كده بيخبز العيش وعنده درجة حرارة كويسة. ان شاء الله بيعجبكم. اهو هنا وبنشوف، خد بالكم الشاشة من فوق ان انت تشوف كمان الخبز استوى او ما استواش. ما شاء الله ما شاء الله شكله جميل مع السمسم. خبزنا اليوم العيش، وبعد ما خلصنا العيش طبعا جهزنا الاول العيش الطازة عشان خاطر بيكون طعمه مع المشويات على الفحم حاجة في منتهى الجمال. الله يسعدنا ويسعدكم. احنا شغالين على الخبز الاول، وبعد كده طلعنا برا ولعنا الفحم الاول وبدأنا شوية حاجات كده طازة، بقدونس على شبت على نعناع على ريحان، حاجة كده في منتهى الروعة، حاجة طبيعية 100% من الحديقة بتاعتنا، فيعني لها طعم مختلف. هنا بنشوف بقدونس على نعناع على ريحان على شبت على كزبرة، حاجة كده خيال، حاجة يعني من مزارعنا زي ما بيقولوا كده. احنا عاملينها في احواض بلاستيك زي ما حضراتكم شايفين. يعني احنا زارعين الزرع بتاعنا اللي هو النعناع والحاجات اللي هي بتنفع في الاحواض البلاستيك، لان مساحة الزرع عندنا صغيرة جدا جدا. واللي شاف الفيديو بتاعنا هذا بتاع المزرعة يعرف قدين احنا عندنا المكان صغير، ولكن ربنا مبارك في المكان. طبعا هنا الكبدة على شوية ممبار على طماطم على اللي هو الفلفل الألوان. وبعدين خلصنا بعد الشوي، وبعد ما خلصنا طبعا كنا محتاجين معانا قرن فلفل اللي هو الفلفل الحار كده للمشويات، برضو من شجرة الفلفل عندنا في البيت. ودي نهاية الطبق بتاعنا النهاردة. نتمنى يا رب يعجبكم، وإن شاء الله ينول إعجابكم، ونتمنى منكم تشتركوا في القناة، وما تنسوش صلوا على رسول الله.